بعد وقوع الحرب في السودان وبدء قدوم السودانيين إلى البحرين لإكمال إجراءات دخولهم إلى المملكة العربية السعودية، استنفذت سفارة السودان بمملكة البحرين كامل طاقمها واستقبلت آلاف السودانيين لإكمال إجراءات توثيق أوراقهم الرسمية بالسفارة، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى مكتب تساهيل بالمنامة للحصول على تأشيرات دخولهم إلى المملكة العربية السعودية. وقد كرس طاقم السفارة ساعات إضافية لخدمة القادمين وتقديم كل ما بوسعه لهم مع مراعاة ظروفهم من أثر الحرب في السودان. لم يقتصر الحال على ذلك، بل مد مسؤولو السفارة جهودهم بالتواصل والاجتماعات والتنسيق مع مسؤولي مكتب تساهيل والسفارة السعودية لتسهيل إجراءات حجز المواعيد لذوي الأمراض وكبار السن وذوي الاحتياجات. من جانب آخر، تضافرت جهود السفارة المميزة في تسهيل الخدمات للقادمين للسعودية عبر مملكة البحرين مع جهد أبناء السودان من الشباب والشابات والسيدات والرجال المقيمين في مملكة البحرين الذين أطلقوا مبادرة فينا خير، قاموا من خلالها بتقديم المساعدات اللازمة لنقل القادمين من وإلى السفارة السودانية ومكتب تساهيل وأماكن إقامتهم، وتقديم خدمات الضيافة للأسر خلال تواجدهم في السفارة. أنا فاطمة عبد الرشيد، الحمد لله جيت السفارة السودانية هنا في البحرين. وصلت يوم السبت البحرين، ويوم الأحد جيت السفارة الصباح بدري. الحمد لله السفارة استقبلتنا استقبال حلو شديد. إجراءاتي كانت مشت بسرعة الحمد لله. دخلت السفارة زي الساعة 8 يعني كان في زحمة، بس الحمد لله الإجراءات كانت ماشية كويس. كان عندي حجز حق تساهيل في نفس اليوم، فناس السفارة تفهموا الحاجة دي ودخلوني كده، ودخلوا ناس كتير يعني معاي، والحمد لله يعني قدرت أصل تساهيل في الزمن اللي كان أصلا حاجزة فيه الساعة 2:30، ودخلت وخلصت حجزي حق تساهيل، والحمد لله استلمت جواز بعد يومين. قال لي إن التساهيل يجي يوم الثلاثاء استلم جوازي، والحمد لله استلمت جوازي، وكانت الأمور كانت ماشية كويس. وفي السفارة كانت في لفتة حلوة شديد، كان في شباب اسمهم فينا خير، فنزل ما قصروا معاي بجد، ما قصروا معاي شديد يعني، وكل ما مقصرين مع الناس اللي في السفارة كلهم يعني. أول حاجة بنشكر الاستاف في السفارة السودانية بالبحرين للإجراءات اللي قاعدة تعمل للناس، وقاعدة سهولة بتاعت الإجراءات. وحقيقة السفارة في البحرين واجهت حاجة أكبر منها، هي كانت عبارة عن مسؤولية صغيرة، وفجأة كده بظروف الحرب بظروف التوافد الكبير عليها واجهت ضغط خرافي. فهي بالاستاف البسيط ده وبالحاجة البسيطة دي قاعد تعمل في حاجات كويسة. أنا شايف أخواننا في فينا الخير، دي حاجة عظيمة وحاجة كبيرة وبنشكرهم عليها، وهم أهل لها. والله 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 الشباب دول ما قاعد يقصروا في حاجة نهائي، يعني بيقفوا للناس بالأكل، بيقفوا للناس بالموية، بيقفوا للناس بالقهوة، وبيجوا بيخدموا الزول وتفضل وأقعد وقوم وتعال. فبجد بجد يعني هم والله 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 نقدم لهم كل الشكر وكل التقدير، ونتمنى يعني نتمنى إنه يوم شكرهم يجي. والتحية لهم، وربنا يوفقهم، وربنا يسهل الأمور، ربنا يوفق أخواننا في السفارة، ربنا يوفقنا كلنا كسودانيين. الواحد يقدم إجراءاته ويسافر، ربنا يرجعنا لبلدنا سالمين غانمين. حجز في تساهيل ما يحاول يجي، وفي ناس بيقولون كنا الحجز من السفارة السودانية. السفارة السودانية ما عندها شغلة بتساهيل، تساهيل دي شركة سعودية هي المسؤولة من الحجوزات. أما بالنسبة للسفارة ربنا يجزيهم ألف خير، بيقوموا ببعض الحالات يعني المستحصية شوية. في ناس عندهم مثلا مواعيد، وفي ناس عندهم أمراض مزمنة، السفارة بتحاول تدخلهم، لكن السفارة ما ملزمة بأنه تحجز لك في تساهيل. الناس يعني ما تاخذ الفكرة دي أنه جاي من هناك على أساس السفارة تحجز لك، لا، السفارة مهمتها معروفة، بتفحص أوراقك الثبوتية حقتك، وبموجبها بتديك خطاب وانت بتمشي إلى تساهيل، لكن ما مسؤولة من حاجة زي دي. والحاجة الثانية يا أخواننا، في ناس نصابين سواء كان في السعودية أو في البحرين بيقولوا لكم يا أخواننا نحن بنحجز لكم في تساهيل، لكن لا، الناس دول بياخذوا منكم قروش مبالغة فيها، وانتوا ظروفكم معروفة جايين من وين انتوا أساسا، والحاصل عليكم معروف شنو. أول حاجة أقل سكن ب200 ريال سعودي يوميا، زايدا على المواصلات، زايدا على الأكل، زايدا إذا كان تأخرت أنت من مواعيدك،
بتحصل في غرامات، والغرامة أقلها 500 ريال سعودي يا أخواننا. عشان كده يا أخواننا نحن برنامج فينا خير بنوصي الناس وبنحذر الناس، ونحن هنا بنساعد. والله في ناس هنا ماخذين لهم نحن ماجر لهم شقق يعني من عدم القروش، يعني ما فضلت لهم حاجة. وأقول لكم كمان حاجة ممكن الناس تضحك فيها شوية، حتى بجنن النسوان ولدن عندنا هنا بقينا في حلبة ومديدة. عشان كده يا جماعة الناس تعمل حسابها والناس ما تتغشى للناس. وجزاكم الله ألف خير، وإن شاء الله تسمعوا كلامي ده. برنامج فينا خير، مختار علي محمد خير.